يا صباح الفل، ايه الاخبار؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات، واخيرا بقى جيت لكم فيديو جديد. ولو انت اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش اللايك الحلو اللي زيك، وكمان الاشتراك في القناه علشان يوصلك كل جديد. بصي، انا عارفه ان انت مش مهمله ولا حتى كسوله، وان الكركبه اللي حواليك ديت وكانت حواليا كمان في اول الفيديو ده مش دليل خالص ان انت مش بتعملي حاجه في يومك، او حتى مش بتقومي بالدور بتاعك البسيط، يعني كزوجه او كأم او كست بيت حتى. كل الموضوع ببساطه ان الضغط لما بيزيد عليكي بتلاقي نفسك خلاص مش قادره تعملي اي حاجه، ولا حتى تروقي ولا تبداي اي حاجه خالص. حتى لو شايفه المكان حواليكي يضرب يقلب كده ومحتاج توضيب، خلاص يعني بتعملي كده ايه، يعني كأنك لا اسمع لا ارى لا اتكلم، مش حاسه باي حاجه، مالكيش نفس تعملي اي حاجه. وده فعلا حرفيا اللي بيحصل. مش مجرد ان انت مالكيش نفس تروقي وبس، لا خالص، ده انت كمان ممكن نفسك تسد عن الاكل، عن الشرب، عن الكلام، عن حتى التعامل بتاعك مع ولادك بيأثر كمان، وتلاقي نفسك بتتعاملي بعصبيه وبالسلب معاهم للاسف الشديد. وبتلاقي كمان دماغ كده ساعات بتبقى مشغولة جدا جدا بحاجات كتير قوي، زي المسؤوليات اللي هي عليكي، تفكيرك في الكلام اللي وجعك وسكت عليه سنين وسنين وسنين ومحدش كان حاسس بيه غيرك للأسف الشديد يعني. فكتر خيرك ان انت لسه مستحملة وعايشة لحد دلوقتي، وما تشغليش نفسك بأي كركبة حواليكي. عيشي وقتك زي ما تعيشيه، عديها بقى بأي طريقة كده زي ما تعديها. وما تشغليش نفسك باي حاجه خالص. وان شاء الله كده اما تفوقي وترجعي كده تحسني واحده واحده بقى، اعملي كل حاجه، يعني الترويق دوت مش هيطير، اعملي اي حاجه واحده واحده. والحاجات يعني عمرها ما بتخلص، مفيش ترويق بيخلص، ولا مواعين ولا اكل ولا شرب، كل المسؤوليات او شغل البيت يعني مش بيخلص. بل كده تحس ان هو ايه يعني، بينتج نفسه ما شاء الله عليه يعني. فزي ما انتوا شفتوا الريسبشن كان شكله يسد النفس خالص في البداية، بعد ما روقته ولميت كل حاجة ورجعنا كل حاجة مكانها ونضفناه كده تنظيفة عميقة، ادي شكله النهائي. وكل حاجة بتعمل يا بنات، مفيش مستحيل، بس اهم حاجة صحتنا النفسية. اما تكوني مضغوطة مش شرط ان انت تعملي حاجة، ما بتعمليش عشان خاطر حد، بتعملي عشان خاطر نفسك، وتعملي لما انت تكوني قادرة تعملي وبس. وده يا بنات كان فيديو النهارده، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه علشان يوصلكم كل جديد. وان شاء الله استنوا مني ريلزات وفيديوهات كتير قوي قوي مرتبطه ما بين حياتنا الشخصيه والصحه النفسيه، علشان تكون واقعيه اكتر واكتر ومفيده ومؤثره. ولو استفدتوا ما تنسوش تسيبولي كومنت حلو زيكم، واستنوا فيديو جديد. سلام.